هل تتخيل ان واحده من اشهر الالعاب اللي موجوده حاليا اتعملت بسبب غلطه؟ في اول نسخه من جي تي اي اثناء التطوير حصل خلل في اللعبه وخلى الشرطه تطارد اللاعب بشكل عدواني. بدل ما المطورين يشيلوا الغلطه ديت قرروا يسيبوها، والغلطه دي اتحولت بعد كده لواحده من اشهر الميكانيكيات من سلسله جي تي اي واللي كلنا بقينا نعرفها باسم نظام الوانتد ليفل. بس السؤال الحقيقي هو مش ازاي الشرطه اتعملت، السؤال هو ليه بعد اكتر من 25 سنه ولسه محدش قدر يعمل لعبه تنافس جي تي اي. كل سنة بتنزل لعبة جديدة والناس بتقول دي هتبقى قاتلة جي تي اي، وبعد كام شهر محدش اصلا بيتكلم عنها بعد كده. سليبنج دوجز، مافيا، ساينتس رو، واتش دوجز، وحتى سايبر بانك، كلهم حاولوا يعملوا لعبة تنافس جي تي اي لكن محدش قدر ياخد مكانها. فايه السر وليه روك ستار لحد النهاردة محدش عارف يقلدها؟ اول حاجه لازم نعرفها ان ناس كتير فاكره ان جي تي ايه هي اول لعبه عالم مفتوح، وده غلط. قبل جي تي ايه كان فيها العاب كتير عالم مفتوح، لكن سنه 2001 حصلت حاجه غيرت صناعه الالعاب كلها. نزلت جي تي ايه 3 واول مره الناس شافت مدينه كامله تقدر تعمل فيها اي حاجه تقريبا، مش مجرد تمشي في المدينه، لا، تسرق عربيه، تهرب من الشرطه، تنفذ مهمات، وتسيب كل ده وتروح تلف في المدينه بالساعات. من هنا روك ستار بدات تغير مفهوم الالعاب. ليه مدينه جي تي ايه بتحس انها حقيقيه؟ الاجابه التفاصيل. كل شخصيه ماشيه في الشارع ليها ردة فعل، لو خبطت واحد بعربية هيطلع يشتمك او هيضربك. انت هادي يا تشاينيز يا لو الشرطة شافتك هيبدأوا يطاردوك، لو وقفت في إشارة هتلاقي العربيات مستنية، ولو عملت فوضى الدنيا كلها هتتغير. كل ده بيخلي المدينة تحس إنها عايشة مش مجرد مباني. التفاصيل المجنونة في روك ستار عندها هوس بالتفاصيل. لو لعبت جي تي اي في هتلاحظ إن في حاجات كتير جدا فيها تفاصيل. لو الشخصية جريت فترة طويلة هتبدأ تتعب، لو العربية اتوسخت هتفضل متوسخة، لو مطر نزل هتلاقي شكل المطر موجود على العربية أو على حاجات كده أو شجر أو على الأرض. تفاصيل صغيرة لكن لما بتتحط كلها مع بعض بتخلي اللعبة مختلفة. ليه المنافسين خسروا قدام جي تي ايه؟ هنا بقى السؤال الحقيقي. ليه العاب كتير صرفت ملايين وبرضه مش قادرة تنافس جي تي ايه؟ اول سبب الوقت. روك ستار بتقعد سنين طويلة تطور اللعبة، في شركات تانية بتنزل لعبة كل سنة او سنتين، لكن روك ستار ممكن تقعد اكتر من 8 سنين على لعبة واحدة، زي جي تي ايه 6 اللي احنا مستنيينها بقالنا مش عارف يجي 9 سنين ولا اكتر من 14 سنة ولغاية دلوقتي لسه ما نزلتش. معظم الشركات بتركز على حجم العالم، روك ستار بتركز على جودة العالم ذات نفسه. مدينة صغيرة لكن مليانة حياة افضل بكتير من مدينة ضخمة وفاضية. المنافسين خلينا نبدأ بسرعة. واتش دوجز كان عندها افكار ممتازة لكن العالم ما كانش حايب بنفس درجة جي تي ايه. ساينتس رو اختار الكوميديا والجنون وده خلاها مختلفة لكن مش منافسة حقيقية. مافيا قصتها عظيمة لكن حرية اللعبة اقل، يعني ما تقدرش تمشي في عالم كتير او كده والعالم صغير. حتى هتلاقي الشخصيات كلها شبه بعض. يعني انا لما لعبت مافيا 1 اللي هي كان الريميك او الريماستر، كان اول جزء العبه، يعني مش اول جزء، لعبت 2 قبل 1، فحسيت ان الشخصيات كلها شبه بعض ومفيش حاجة، بس هي اللعبة ممتعة عامة. سايبر بانك بعد التحديثات بقت لعبة ممتازة لكن وقت الاطلاق خسرت ثقة ناس كتير وفي الاخر ولا لعبة قدرت تاخد مكان جي تي ايه. حتى سايبر بانك دي يعني اول لما نزلت سمعت انها يعني كانت وحشة جدا وفيها كمية جليتشات، وفي الاخر اتحدثت وبقت جامدة. يعني السر الحقيقي، الناس فاكرة ان السر هو الميزانية لكن الحقيقة في الالعاب ميزانيتها ضخمة جدا ومع ذلك فشلت عادي. السر الحقيقي هو الفلسفة. روك ستار مش بتعمل لعبة، هي بتبني عالم. كل شارع، كل مبنى، كل شخصية، كل صوت ليه سبب، وده اللي بيخلي اللاعب بعد 100 ساعة لسه بيكتشف حاجات جديدة ويقدر يعمل حاجات كتير. عشان كده بعد اكتر من 10 سنين جي تي اي في لسه من اكتر الالعاب لعبا في العالم. مع اقتراب جي تي اي 6 العالم كله مستني يشوف روك ستار هترفع الصف مرة تانية ولا لا، ولا اخيرا هيظهر منافس يقدر يقف قدامها. قولوا لي في التعليقات لو هترشح لعبة تنافس جي تي ايه هي. وما تنساش تشترك والنبي عشان الفيديو اللي فات انا نزلته وحرفيا محدش شافه، فاتمنى دعمك ولايكاتك، وهتلاقي التيك توك تحت في الوصف. اعمل لي لايك واشتراك ويلا سلام.